طيب المفروض دلوقتي إن أنا عندي درس فيزياء هاخده دلوقتي، درس أو محاضرة مكونة من ساعتين، مدة كبيرة وأنا ربنا يقوينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي الحمد لله لسه جاي الصلاة دلوقتي. سيبني بقى ندخل العجلة بقى.
عشان نطلع، بس عايزين نشيك عليها الأول قبل ما نطلع. لسه خلصت نفخ الفردتين، عايز اخد بقى العدة معايا عشان لو حصل حاجة في الطريق وانا ماشي اكون في الامان. طبعا اللي عارف العجلة بتاعتي من نوع رود، وطبعا كل حاجة بجيبها مش بتبقى موجودة هنا في البلد خالص، لازم لما تنزل مصر تجيب الحاجة من مصر. انا ما بنزلش الزقازيق، نزلت ابو كبير وفؤوس، بس مش كان في حد مختص في العجل الرود، كله العجل العادي ده، رود مفيش. فالقطع الغيار مش بتبقى موجودة هنا، وبتبقى غالية، فبتبقى موجودة في مصر يا إما بتجيبها من أمازون. فأنا الفردة دي جبتها من مصر، هي مش الفردة الأصلية. الفردة الأصلية العجلة اللي ورا، تمام. العجلة اللي ورا دي اتخرمت حوالي تلات خرمة، وقلت ايه عاوز اجيب ورحت بيها مشاوير كتير، كنت بقطع 22 كيلو بيها بالفردة الأصلية بالجوان الأصلي، مش كان بيحصل لها حاجة ولا كانت بتتخرم، كنت بروح واجي من غير ما تتخرم، كنت بقطع 22 كيلو. فالمهم الفردة الجواني أخويا من خرمها خرمين أو 3، وبعد كده ايه قلت هشتري جواني بقى مقاس 25 سي. وبعد ما اشتريته مش انا اللي اشتريته، انا ابويا كان في مصر وقلت له حاول على الراجل اللي في سعد زغلول، حاول عليه، وبعد كده ايه جابه. المهم هو جابه، بعد ما جابه ايه حطيته، انا معرفش بقى ليه الفرق من الاصل مضروب، ركبته ويشاء القدر رايح مسافة كبيرة حوالي 11 كيلو، وقطعت مني او اتخرمت مني حوالي اكتر من 6 مرات. وانا طبعا انا بعيد البيت وفي الشارع، والحمد لله اللي انا كان معايا العده، مش كنت عملت كل ما امشي شويه الاقي الفرده اتخرمت، يا ولد في ايه، هو الفرده دي فيها حاجه، ده الفرده لسه جديده، اول ركبه اركبها بالفرده المضروبه دي. المهم اتخرمت كتير جدا، واخر لما زجت من كتر كل شويه العجلة تتخرم وأروح واجي فأروح مصلحها في الشارع حوالي أكتر من 5 مرات، تمام. لحد ما زهقت رحت واخد توك توك وخدت العجلة وروحت. قبل ما تشتروا الحاجة اتأكدوا إن هي أصلية مش مضروبة. بص، من أول ركبة كمية خرمة، أدي 1 2 3 4، دي من أول ركبة بس.
وفي تاني يعني هي مخرومة تاني، أنا راميها. رحت شايلها تاني شايل المضروب من العجلة تاني، ورحت ركبت الأصلية تاني. وكانت دي بكام؟ 120 جنيه. يلا الحمد لله. خلينا بس نجهز الحاجة بس عشان ناخدها معانا عشان نتكل على الله. نفس النظام في المنفاخ ده، أي قطع غير العجل الرود كله مش موجود هنا. ده منفخ اللي هو الميني اللي هو الصغير، مش المتوسط الموجود في السوق اللي هو الكبير دوت اللي هو الكبير. اما ده الصغير ده اللي كنت عايزه، مش لقيته الا على امازون. ده كان مش عارف اسمه رجع والسيليسيون تماما معايا، بس مش عارف محطوط فين، عايز ادور عليه. طبعا هو انا مش هروح مسافة بعيدة يعني، مش مضطر ان انا اخد الحاجات دي كلها يعني، والناس هنا في الفندق فان شاء الله يعني مش هيحصل حاجة يعني، خليهم هنا وخلاص وريح دماغهم. بس انا لسه هشيل شنطة وبتاع، بس هخلينا تعالوا يلا نطلع بقى نتكل على الله. يلا. أول بس لما نطلع بص الناس بتحرق في الرز، ودي حاجة وحشة. الناس تبقى عندها حساسية وبتعيا من الكلام ده، بس الناس بتحرق مش عارف بتعمل ايه كده. بيقولوا هيطبقوا غرامات، ولا بيطبقوا غرامات ولا نيل. يا نهار ابيض، مش عارف ايه الصوت ده اللي عمال يطلع من العجل. فاكرين الكوبري ده اللي كنت بطلع عليه اتهد، لكن قعدنا بنقطع مسافة كبيرة بقى عشان نعدي. الدنيا كحل. كنت بوصل لسرعة 33 بس مش عارف اوصل ايه. طبعا كنت بروح مسافات بعيدة كتير، بس دلوقتي مش عارف بروح. فخلي الواحد قاعد على تعود على القعدة، مش عشان كده ايه ما عادش
قادر احرك العجلة، مش متعود. انا مسافة قصيرة اهي تعبت فيها، مش قادر. ايه انا بقول كفاية كده ونرجع. مش عارف ايه الصوت ده. الصوت طالع من الفرزة اللي قدام. خلينا نرجع احسن. بص كنا هنقع دلوقتي. الفردة متمشيش في التراب، عايزة اسفلت بس. الفردة صغيرة جدا جدا، يعني ممكن اقول حجم صباعين كده، صغيرة جدا. اقل حاجة تيجي فيها تخيل معاك. تعالى نرجع بقى. كان الواحد ينفع يوصل، بس مش هينفع مهما يعمل يعني. رجلي شد عضل. لما ربك الجو هنا مش لطيف خالص. على فكرة باين الفردة نايمة، شكلها كده هنسوح. ويش حاسس كده، مش عارف بقى والله الصراحة. المشكلة ان الطريق مظلم، محدش يعني حاطط لمبة، مفيش اساسا عواميد نور، مع ان طريق زي دوت ترجع يبقى كبير ومفيش نور. طبعا العربيات معظمها والميكروباصات والاتوبيسات اللي بتعدي على طول ده في الطريق دوت بتبقى رايحة العاشر، لان معظم الناس اللي على خط البحر هنا بيبقوا شغالين في العاشر، وشغالين تبع مصنع الحاج حمادي لو حد يعرفه. هنسرع شوية. لا يعني اي كده بنعمل حادثة كده. كيلو ونص. مرة كنت رايح مسافة بعيدة، فلما كنت رايح مسافة بعيدة ايه أول مرة يعني، أول مرة قطعت فيها حوالي 22 كيلو. المهم اني ماشي، بعد ما روحت كنت طبعا تعبان جدا. أول مرة أنا مش متعود على الطريق، مش متعود على السواقة لفترة طويلة كده. المهم ايه طبعا الرود بيبقى انت مميل راسك لتحت، مش موقفها كده، عشان كده توجع رقبتك على طول ولما جيت
رقبتي كانت وجعاني كده، بس كنت عارف احركها بس، وايدي مش كنت عارف اقبضها وابسطها. كانت العروق شادة، قعدت حوالي اسبوع بعاني منها. وفي اليوم دوت بقى كنت ماشي جالي برد في ساعتها، بقيت اسبوع بحاول لحد ما خفيت جزئيا مش كليا. بص هنا ماشي بالراحة متخوف. يعني المشكلة الكاميرا بتاعت التليفون ديت مش بتعرف تصور عادي، مش عارف ايه اللي جراها. عايزة بس الإضاءة تبقى زي الفل قدامها وهي هتطلع لك الجودة اللي هي عايزها، بس الجودة بتاعتها مش حلوة أي كلام. نروح نروح بقى ونشوف اللي ورانا. طبعا انا قبل ما اروح او قبل ما اروح امشي، ففي برنامجين بمشي عليهم. برنامج بيحدد السرعه بتاعتي، بيحدد المسافه اللي مشيتها، وبيحدد الرياح اللي جايه في وشي ولا لا. طبعا ما بصيتش فيهم قبل ما اطلع لان انا مش رايح مسافه بعيده، الكلام ده انا رايح مسافه بعيده ببص فيه. بس وصلنا الحمد لله لسه جاي. يا لهوي انا تعبت جدا، مش قادر، رجلي وجعاني بطريقة فظيعة، مش عارف هو يا لهوي يا أمي. انا هربان. هو ليه الكاميرا عاملة كده؟ بتاع ده مش استنى، ده مش حلو اوي. سوبر ماي مش عارف راجل الصوت بتاعي عامل ايه كده، مش عارف الصراحة، بس الحمد لله انها مشتني، بس كنت بخاف منها. الا عايزة بقى وانت ماشي بقى، ده موقف مرعب قبل كده مريت بيه. كنت ماشي بالليل برضه، المهم وانا ماشي الدنيا ضلمة، لقيت في كلب جنب راح اتخضيت خضة بنت لذيذة، بس الحمد لله بعدت عنه. بس انت بتطلع في ضلمة، والضلمة دي الله اعلم مين اللي يطلع لك، الله اعلم، محدش عارف. طبعا السكة بتبقى اكترها بتبقى في الوقت دوت، وبتبقى وتلاقي ناس كده ايه تعرفها ما تعرفهاش، انت وحظك بقى اللي يطلع لك، انت ماشي على الله. نعمل ايه تاني؟ الساعة كام دلوقتي؟ والله ما عارف الساعة كام. الساعة 6:10. أنا عندي الساعة 7 دلوقتي، وعايز أخلص عندي واجب كده صفحة ولا صفحة ونص رياضة عايز أحلهم عشان أتكل على الله. كان عندي درس الساعة 7 ودرس الساعة 8. تعبت، عايز أطلع أغسل وشي، ومش عايز أفتح مروحة عشان لو فتحت مروحة أحيا إن جسمي كله عربون. المفروض ان انا دلوقتي اخد دورة بريمير، فهخلصها دلوقتي وبعد كده ادخل على التاسك اللي بعدها. أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل
سكينته عليه وأيده بجنود فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله